سلام، كنتمنى تكونوا بخير. بغيتكم تستمتعوا معايا بهذا المنظر هذا. اشنو بغيتي تشرب؟ ها صافي يلا. شفشاون البنات بالليل منظر بانورامي وحق الله واطلاله خرافيه. هذيك البلاصه البنات الفوق في راس الماء كتشدوا بحال هكا هي الطريق من المدينه القديمه. بديناها حنا تقريبا من هنايا من الدخله، وكتبقاي غادا كتشوفي الحوانات كاينين المحلات، يعني قصريه فيها شحال من حاجه. اللي حليتي على فمك كاينه. المهم غادا وكتمنظريو هنا نيت البنات فين صورت لكم القصبه اللي فيها هذاك المتحف وفيها السجل المحلي. راه هنا فين كاينه، راه كاينه في المدينه القديمه. طلعه ديال راس الماء، ولكن ضروري خاصك توجدي سبرديله وباش تقدري انك تمشاي، ولانهم كاينين حتى الدروج راه حتى حتى كتوصلي للفوق. احنا وصلنا غير لراس الماء وخدينا البلايص، دزنا البلايص العصير وداكشي، خدينا العصير وصافي وهبطنا ما كملناش حتى للجامع. يعني ملي غنوصلوا راه غادي نوريك. المهم كما كتشوفوا دابا انا كنشارك معكم المحلات شنو كيبيعوا فيهم، وهادي راه خطيره البنات، راه الروعه. هاد الريشات هادو اللي كيعلقوهم ممكن تعلقيهم باب الدار، في الشريجم، الوسط ديال الدار، في البيت ديالك. راه واحد الراحه نفسيه كتحسي بها بهاد المنظر هادو، بهاد الريشات الالوان اللي فيهم. راه شوفوا انا ما نقدرش نوصفها لكم حتى تشوفوهم. يعني هاد المحل كاين واقيلا جوج المحلات متخصصين في هاد النوع ديال المنتوجات اللي كيبيعوها. ومهم وكاين ما لذ وطاب، اي حاجه حليتو على فمكم كاينه في هاد القصريه هادي، اولا كما كيقولوا همايا المدينه القديمه. وانا ما بقيت بغيت نحيد من قدام هاد المحل هذا. شوفوا راه كتحس بواحد الراحه، هذاك البرد اللي كيضرب في ديك الريشات وهذا كيجي حتى لعندك يعني كيخليك تحسي بالانتعاشه. هي صراحه الشاون اولا الشاون كلها زوينه مريحه للوينات اللي فيها، للناس اللي فيها، لا الطبيعه لا الشكل ديال الديور. يعني ما كاينش التلوث بالمره حيت كلشي دروج. يعني ما يمكنش لك تضربي تمايا بالطوموبيل، يعني كاين غير الماطر والبيكالات اللي كيتمشاو بهم. ودابا ملي كتكون القصريه ولا الدنيا عامره راه قليل فين كيكون الحديد، يعني راه كتمشي غير على رجليك، والبلايصين محدودين لان الفوق فوق بلاصه الدروج ما كيكونوش الماطر بالمره ولا البيكالات، يعني كلشي كيتمشى غير على رجليه. وهنا البنات راه الديور ممكن تكريو فيهم. راه شوفوا شفتم، كنشارك معكم البيوتا وهذا الشيء. راه كتلقاو نوامر التليفون لتحت، اولا اي واحد كتكونوا غادي كيقول لك واش بغيتي تكري، واش خاصك الدار ولا خاصك هذه. كتلقاي الناس تمايا ما توحليش كاع في الكرا بالمره. بغيتي زعما وسط المدينه ولا وسط هاد راس الماء راه كل شيء موجود، وكاين حتى السلعه موجوده. غتحيري خاصك دير معاك واحد العرم ديال الفلوس، خصوصا للبنات. هاد المواد ديال الطبيعيه ديال البشره وديال الوجه ديال الحمام الصابون، راه ما تخرجيش من المحل هذا اللي دخلتي ليه. شوفوا البنات على التنسيق كيفاش كيناسقوا الالوان مع بعضياتهم ديال كل حاجه. هذا راه فن، راه ماشي غير جيو بيعوا وشري والله. راه فن، راه مدروس عليه. يعني كان حتى الديور البنات شوفوا كيفاش دايرين. يعني كيديروا داك البيض والشيبي كيديروه في كل شيء، في كاع المحلات وفي كاع الواجهه ديال الحوانت. وهاد الزنيقات هادو هما ضيقين ولكن زوينين. قد ما هما مضيقين قد ما كيوسعوا لك النفسيه ديالك ما عرفتش كيفاش غنشرحها لكم، ولكن هكا. وكل محل البنات مجتهد على راسه، كتلقايه مزوق داير ديكورات. يعني كما قلت لكم هذا راه فن، ماشي غير كيبيع ويشري. وكيحطوا بحال هذا الشكل هذا ممكن انك تشري من عنده شي حاجه وتصوري، وممكن انك تعطي غير درهم جوج دراهم وتقولي ناخذ تصويره تبقى لي كتذكار، كتعطيها ليه وكتصوري. يعني اللي عجبك الديكور حيت كيكونوا ديكورات زوينين. بحال هادو البنات هما تبغي تصوري حداهم كتدوري مع مولاهم وكتصوري. كاينين بلاصه الدروج كيكونوا مزوقينهم بالديكورات وحاطين فيهم بزاف ديال الحوايج ومزوقين باللوينات. كتوقفي تمايا وكتقولي ليه نتصور صافي كيما قلت لكم. يعني كتعطي غير ثمن رمزي وكتضربي تصويره لراسك وكتمشي. هاد الطريقه هذه اللي خاصكم ليها الوقت. هانتوما كما كتشوفوا راه غادي طالعين في الدروج، راه ماشي غادي تمشي طريق مسرحه ولا طريق لا.
كلشي دروج، وحنا كانت عندنا البوسات شويه تمحنا بها، ومع ذلك مقاومه وما كنستسلمش انني باغا نصور. الدراري هنا خداو واحد كتذكار كتيبات صغيورين زوينين، ستيلو بالكتاب ديالو، دايرين 15 درهم 20 درهم، شي حاجه اللي زوينه وفي نفس الوقت اللي شي حاجه اللي عمليه ومفيده. والحاجه الثانيه اللي قلت لكم والضروريه والاوليه في هذا الشون هي انك ما تحتاجيش تشري الماء. يعني على طول الطريق كاينين هاد السقايات هادو، ما حد شوفوا انتم شفتوا البنات طلعت كي دايرين، راه بحال هكا حنا غاديين الطريق كلها حنا غاديين بحال هكايا. يكون عندك غير الغراف ديال الماء ديالك وصافي، ولا بغيتي دير غير يدك ولا غير بسم الله وشربي. راه الطريق كامله قلت لكم كاين هاد السقايات، يعني هما ما الماء موجود ما يمكنش ما تحتاجيش وما تشريش بالمره كاع. هنا المحلات ديال هادشي ديال المعدن. ما كرهتش نصور لكم اكثر من هكا، ولكن كيف ما كتعرفوا راه عرفتوا الدنيا عامره مبلوكيه، راه ما يمكنش. شوفوا المنظر ديال الدروج مليها هذيك راه هما دايرينو ديكور، ممكن تصوري فيه، كيكونوا مزوقين لتحت الدروج، دايرين حاطين ديك شي ديكورات، وحتى الفوق حتى هو كيزوقوا لان كيكونوا فحال شكل القواص. وغير هادشي غير هاد الديكورات هادو والله القسم الا خادمين عليهم. يعني الا بغيتي تاخدي شي حاجه من هذا الشيء زوينه بورتكليات، ديكورات للدار، شي حاجه بحال بغيتي تزوقي بها الطوموبيل. المهم كاينين شي حوايج اللي ما عمري ما شفتهم في شي بلاصه اخرى، يعني خاصين بديل تشوفوا. شوفوا هذا الباب هذا كيفاش دايرينه دابا، هو باب وكيتحلوا لي ديك الجنيبات ديالو ديال الباب، وعاد كاين المرايه. ومهم كاين هذاك ديال البورتكلي، ممكن ديري بورتكلي، ممكن ديري في الطوموبيل، ممكن ديري في الدار، ممكن تعطيه كاكادو. المهم كاين بزاف د الحوايج وكاين بزاف ما يتشرى، خاصك تجيبي غير الفلوس. الفخار حتى هو يعني معجبين بيه، ديكورات كتيره. وما حدك انت طالعه وانت كتقربي للجامع، وهذاك الجامع الصراحه اللي يقدر يوصل ليه حنا كما قلت لكم ما وصلناش ليه، صافي حبسنا لان الدراري عياو، خصوصا كما قلت لكم الدروج. شتو الجامع فين كاين؟ راه الفوق، راه انا نزومي عليه. وهذا الجامع هذا بالليل كيعطي منظر واعر مع كيكونوا دايرين فيه الضواء، يعني اللي يقدر يوصل تما برافو عليه. ها هي الطريقه البنات، شوفوا كتمشي من هنا وعاود كضربي الدوره وكتبقى هاي غادا. خاصك الوقت، الا بغيتي تمشي للشاون خاصكم الوقت. تفيقوا بكري وتخرجوا بكري، وتعولوا على انكم راه غتضربوا الطريق، وتاخذوا وقتكم في انكم تستراحوا ماكلتكم. حنا حيت قلت لكم ما كليناش هنا، الوقيته اللي حنا بغينا ناكلو لقينا الدنيا مبلوكيه كما شاركت معكم في الفيديوهات في الاول. راه اللي واقفين تقريبا الدوبل على داكشي اللي جالس، والمحلات كاملين، القهاوي كاملين، والطريق كامله وانتم كتلقاو قهاوي. يعني بغيتو تهبطوا حتى لبلاصه القهوه كاينين لتحت ديال اللي في راس الماء، كاينين القهاوي اللي حاطين لك الماكله وحاطين داك الطوابل ديالهم وسط الشلال، يعني وسط الواد هو غادي حاطين لك الطوابل الكرسي، وممكن تموضي وتاخدي كيف ما شفتوا معايا في الاول. ولكن راه كيف ما شفتوا راه ما يمكنش، ما عندكش فين تحط رجلك بالمره، كلشي عمر. صافي حنا رجعنا تاني للسناك اللي قلت لكم. كنا ناويين صراحه نتعشاو في شي قهوه من هادو، الساعه ما كتبش وعصرت الليمون حنا وصلنا ليه. هذا ورا البنات راه خرافي، هاد القضيه ديال الليمون هادي منظر خرافي. شوفوا كيفاش حاطين الليمون يعني عادي، والماء كيبقى مخشي فيه باش كيبقى بارد، ما تحتاجي ديري لا الثلج لا حتى شي حاجه، بالمره كيبقى تمايا. اللي جا من الوليدات الصغار بغى ياخذ، ما كاينش اللي غيدوي معاك وما كاينش اللي كيهضر معاك. والناس تما يزحم على مول العصير. والطريقه البنات باش كينقي مول العصير الدري اللي كينقي الليمون واحد اختصاصي غير في التنقيه ديال الليمون، عرفتي واحد السرعه باش كنقي بها خياليه. صافي ناخدين الدري العصير ضروري باش كلشي ياخذ العصير. صافي وحبسنا غير هنايا ما بقيناش كملنا. هنا بدا كيطيح الظلام، بغينا نتعشاو صراحه ولكن ما لقيناش، ورجعنا للسناك ديالنا كيف العاده. صافي انا كنحاول نشارك معكم المناظر كلها. ها هو البنات السيد اللي كينقي الليمون، يعني هذا اختصاصي غير في التنقيه. انا راه تقلت الفيديو باش تشوفوا، راه ماشي السرعه الحقيقيه هذيك. والكاس ديال العصير راه داير 10 ديال الدراهم، كيكون كبير. صافي خلينا الوليدات هنا كيلعبوا شويه في الماء. واخا الماء راه بارد بزاف، راه بحال تقولوا خارج من الفريغو، ثروه طبيعيه سبحان الله العظيم في هذه المدينه هذه.
ما بارد، ما شو غير داك الصوت ديالو هو كينزل بحال هكاك، تكوني غير معصبه وتجي تجلسي حدا وتسمعي داك الماء وهو هابط. شنو نقول لك، راه طارد كاع الطاقه السلبيه، طارد الغضب، تكوني معصبه تجي جلسي غير هنا وبقيتي تسمعي غير فهاد الماء وهو كيهبط بحال هكا. كاع الناس مخلين وليداتهم كيلعبوا وكيصوروا هنايا حدا هاد البلاصه هادي، حدا القهوه فين كاين هذيك الشجره اللي دايرين لها هذيك الاضاءه، يعني كلشي الضوء في الابيض والازرق كيف ما كتشوفوا معايا القهاوي كيفاش دايرين، والقهوه شحال عامره. وهاد القهاوي هادو الثمن ديالهم شويه بعدا ماشي رخيص، ولكن بالمقارنه مع لي ريستو اللي برا يعني شويه غيزونابل. ولكن كما قلت لكم ما كتبش، كنت بغيت نصور لكم الماكله اللي غناخذو، ولكن مره اخرى عارفين مع الوليدات ما يقدروش يصبروا انهم يسهروا، وما يقدروش انهم يصبروا للجوع. هنايا كيف ما شفتوا راه هي دايرين الكراسه والطوابل في الطريق ديال الشلال، وكما قلت لكم الوليدات كاع كيلعبوا، الناس كيصوروا في هذاك المنظر ديال الشجره، لان صراحه زوينه بزاف. وقد ما طاح الظلام قد ما هي كيعطي المنظر ديالها، وكل شيء كيصور فيها، خصوصا في الجهه هاد الجهه المقابله ليها. نتمنى الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا حتى نتوما معايا وتزوروا هاد البلايص هادو. نتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الرحمن. سلامه.